دي اسهل طريقة للكفتة المشوية، هنعمل معاها شوية رز بسمتي مظبوطين جدا. الكفتة هنحتاج لحمة مفرومة وفيها نسبة دهون، ما تكونش كتير بس اللحمة تكون فيها نسبة دهون. وهنا بصلتين وخدنا التفل بتاعهم بس مش هنحتاج المية في الكفتة عشان ما تفكش. وبهاراتنا بسيطة خالص، مش هنكتر بهارات، ملح وفلفل وبهارات لحمة او بهارات كفتة زي ما انتوا عاوزين. بلاش نكتر بهارات في الكفتة عشان طعمها. وهنسمغهم مع بعض بقى تسميغة كويسة جدا، واي حاجة نسيخ عليها. وهنبدأ نسيخ بالشكل ده علشان تكون مفرغة من جوه وجوسي كده بكل سهولة. هنعمل الكمية كلها طبعا، وهندخلها تحت الشواية تاخد وش، ونقلبها على الناحية التانية تاخد الوش التاني. او لو فحم بقى زي ما انتوا عاوزين، نفس الطريقة دي برضو بتبقى كويسة جدا على الفحم. هنعمل بقى شوية رز ملهمش حل. هننزل بالتوابل الصحيحة كده الأول، قرفة وورق لورا وحبهان ومستكة ولومي والشطة اللي هي الناشفة دي، نشوحهم مع بعض تشويحة كده. وهننزل ببصلاية مبشورة، هي مش هتبان اصلا لانها مبشورة بس بتدي تست حلوة اوي للرز. ونديلها تشويحة برضو كده، وبعدين ننزل بالتوابل البودرة. اول ما البصلة تتشوح كده هننزل بقى بكركم ومرقة فورية وملح وفلفل وشوية صغيرين اوي كمون. وهننزل بمرقة فورية لان احنا مش عاملينه بشوربة، فالمرقة هتديله تست حلوة اوي. ونديله تقليبتين مع بعض كده، وهننزل بمية سخنة بتغلي على حسب مقدار الرز اللي احنا هنعمله، بس المية لازم تكون سخنة جدا. وهننقع الرز نص ساعة، مش هننقعه كتير علشان ما يعجنش. ولو مفيش وقت ومش عاوزين ننقعه مش لازم خالص، لازم المية تكون بتغلي زي ما انتوا شايفين كده. وهننزل بالرز بتاعنا، وياريت الرز البسمتي يكون نوع كويس. وهنظبط المية والملح وهنغطي عليه، مش هنفتح عليه خالص غير لما يشرب ميته دي ويبقى مفلفل بالشكل ده. مفيش رزاية ماسكة في التانية، شكله خطير مفلفل ومظبوط قوي. هنبدأ نهدي عليه بقى، نهدي عليه النار خالص ونسيبه يستوي براحته لحد ما يبقى بالشكل القمر ده، مع شوية طحينة وشوية سلطة. وبس كده، ما اعتقدش فيه اسهل من كده بصراحة.